أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودنج بايبل. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن تحديثات أنجولار 20. الفيديو هيكون طويل شوية طبعا لأن هيكون شامل أغلب التحديثات، وطبعا أنا هتكلم عن حاجات تعتبر متقدمة لسه ما خدناهاش في الكورس، فلو أنت لسه مبتدئ ما تقلقش، احنا لسه هنقولها تاني وتالت في الكورس. يلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم نعرفها إن فريق الأنجولار لما عمل الفيديو اللي اتكلم فيه عن التحديثات قسم التحديثات إلى 3 محاور: نيو فيتشرز ونيو انتجريشنز وحاجة تالتة اللي هي نيو دايركشنز، مش اللي أنا كاتبه ده. نيو دايركشنز دي معناها الاتجاهات المستقبلية، أو هم عايزين يعملوا إيه مستقبلا، لكن إحنا ما يهمناش ده دلوقتي خالص. أوكي، أو مش هنتكلم في ده، يعني لما يبقوا ينزلوا حاجة جديدة نبقى نتكلم عنها، لكن إحنا هنتكلم عن حاجة، عن مجموعة حاجات: الكلين أب والديبريكيشنز والبريكنج تشينجز. دول مش موجودين أو ما اتكلموش عنهم بشكل مباشر في الفيديو، ويعني حتى على المدونة بتاعة الأنجولار ما اتكلموش عنها، لكن دي حاجات أنت مفترض بندور عليها وبتعرفها لوحدك مع السيرش مثلا. قبل ما نبدأ في التحديثات أحب أفكرك إنك لو عايز أو عشان تحدث الأنجولار على الجهاز بتاعك لازم تعمل انستول للانجولار سي ال اي جلوبالي، ما تنساش الداش جي، وبعد كده تعمل انستول تاني. حاجه كمان لازم تعرفها ان الانجولار 20 محتاج اقل حاجه، او اصدار نود جي اس اقل حاجه محتاج الاصدار رقم 20.11.1 او اكتر. تايب سكريبت اقل فيرجن هو محتاجها 5.8. يعني لو انت هتحدث مشروع قديم عندك فلازم تتاكد ان في الباكج جوسون التايب سكريبت الاصدار بتاعه 5.8. يلا نبدا باول حاجه: نيو فيتشرز. هيتكلم عن الحاجات الجديده، في منهم حاجات متعلقه بالبرفورمانس وفي حاجات متعلقه بالديفلوبر اكسبيرينس. وخد بالك انا بقول ديفلوبر اكسبيرينس يعني الحاجه اللي هتسهل عليك انت شغلك كمبرمج. في حاجات خاصه بالاوثرنج امبروفمنت، يعني كتابه الكود في التمبلتس او حتى في التي اس، يعني في تحديثات خاصه بالانجلر تمبلتس وفي حاجات هنشوفها في التي اس. يلا بينا نبدا باول حاجه وهي البرفورمانس او الحاجات الخاصه بالبرفورمانس. عندنا اول تحديث هو السيجنالز والافكت ار ستيبل. انا عارف كلمه سيجنال وافكت انت شفتهم قبل كده او سمعت عنهم قبل كده من اصدار رقم 16، بس الحقيقه الاصدار رقم 16 كانت السيجنالز والافكت كلها لسه تجريبيه، وهم عاده لما بينزلوا حاجه او يعني لما الفيتشر بيبقى ستيبل بيعتبروه فيتشر او بيعتبروه نيو فيتشر للفيرجن اللي بقى فيها ستيبل. فهم دلوقتي هيعتبروا ان السيجنالز عشان بقت جاهزه للاستخدام في برودكشن فبقت نيو فيتشرز في الانجولار 20. دي كل السيجنالز اللي عندنا سيجنال وعندنا انبوت واوتبوت، فيو تشايلد فيو تشيلدرن كونتنت تشايلد كونتنت تشيلدرن. احنا مش هنتكلم عن كل دول بالتفصيل دلوقتي، لكن هنتكلم عن ملاحظات خاصه بالسيجنال، وهنتكلم عن حاجات اتغيرت في الريسورس او الاركس ريسورس، وهنشوف حاجات جديده برضو في الاتش تي بي ريسورس، وهنشوف الكوميوتد واللينكد سيجنال. هنشوف الاثنين دول هما المفترض يعتبروا شبه بعض، فهنعرف الفرق بينهم ايه. وعندنا التو سيجنال واضحه من اسمها ان هي بتحول الاوبزرفبل لسيجنال، واللي عندي تو اوبزرفبل بيحول السيجنال لاوبزرفبل. دول مش محتاجين نتكلم عنهم كتير، واضحين جدا يعني. في عندنا الافكت اتضاف عليها حاجه جديده لسه هنشوفها دلوقتي مع بعض برضو. السؤال المهم دلوقتي هي ايه فايده السيجنالز، او هم ليه عملوا السيجنالز؟ الحقيقه هم عملوا السيجنالز عشان يستبدلوا الزون جي اس، عايزين يلغوها خالص. طب هم ليه عايزين يلغوا الزون جي اس؟ ودي الفيتشر الجديد اللي هو زونلس ابلكيشن. تمام، هم ليه عايزين يلغوها؟ الزون جي اس هي المسؤوله عن التشينج ديتكشن، يعني هي لما تعمل اي تغيير في الابلكيشن، زي مثلا لو انت بعت ريكوست لاي بي اي وجاب داتا، بناء على الداتا دي انت عايز يعني تغير الفيو مثلا، فالمسؤول عن الديتكشن بتاع التشينجز دي او اللي هو كاشف المتغيرات هو الزون جي اس. بس مشكله الزون جي اس لما كان بيحصل اي تغيير في الابلكيشن كان لازم يعمل تشيك او فحص على كل شجره الكومبوننتس. فانت متخيل معايا لو انت عندك 1000 كومبوننت هيبدا يعمل تشيك عليهم كلهم من الاول للاخر. يعني ده معناه ان هو بيعمل اكسكيوت لكود انت مش محتاج تعمل له اكسكيوت اساسا. تمام، وده معناه انك انت بتستهلك الرامات والبروسيسور بتاع العميل بتاعك او بتاع المستخدم. وده معناه برضو ان حاجه مش يعني حاجه مش كويسه للبرفورمانس او للاداء. ده معناه انك انت تحس بتاثير حاجه زي دي في الابلكيشنز الكبيره قوي. فالحل ايه؟ الحل هم يلغوها خالص ويعتمدوا حاجه على حاجه تانية تعمل تشينج الفيو بس من غير ما يعمل فحص لكل الكومبوننتس. فالحاجه دي هي السيجنال. ده معناه ان السيجنال بتغير بس الحاجه المرتبطه بيها وبتعمل اكسكيوت للحاجات اللي هي مرتبطه بيها فقط. بس السؤال هنا بقى، هل ده معناه ان السيجنال مفيش اي فرصه خالص ان هي تعمل اكسكيوت لكود انت مش محتاج تعمل له اكسكيوت؟ الحقيقه في. تعال اوريك الكيس دي في الكود. تعال مثلا نشوف الكود ده هنا. انا هنا عندي سيجنال، اوكي، مثلا سيجنال اسمها يوزر. اوكي، هفترض ان انا عندي في الفيو
بتاعي، او حاليا في الابلكيشن عندي اليوزر اللي الاي دي بتاعه 1 والاسم مثلا جون دو مثلا وعمره 30. انا هنا عامل فوق موديل او كلاس اسمها يوزر، تمام. وافترض ان انت بعت ريكوست للاي بي اي، وبناء على الداتا اللي جايلك من الاي بي اي فهو جايلك نفس البيانات بالظبط، فانت حدثت اليوزر بالبيانات اللي جايه، او السيجنال اسمها يوزر بالبيانات اللي جايه من الاي بي اي. طيب عشان بس نبقى فاهمين ان سياسه الانجولار في السيجنال، لو القيمه الجديده الداخله هي بالظبط او بتساوي بالظبط القيمه القديمه، المفترض ما يعملش اكسكيوت لاي حاجه او ما يغيرش اي حاجه. يعني مثلا تعال نشغل دي كمان ونوقف دي مؤقتا. يعني هنا مثلا عامل في ال HTML، عامل هنا بوتون اسمه ابديت، وبيعمل كل فانكشن اسمها ابديت سيجنال. لو جيت هنا شفت في الاب هتلاقي عندك ان هنا بحط نفس القيمه بالظبط. فتعال نشوف هل ده معناه او هل ده هيعمل اكسكيوت للافكت. الافكت لو انت مش عارفه، الافكت بيحصل له اكسكيوشن مع تغيير الفاليو بتاعت اي سيجنال. فانا جيت هنا هضغط على ابديت اهو، زي ما انت شايف مفيش حاجه ظهرت في الكونسول خالص. ليه؟ لان هي نفس الفاليو. طيب تعالى بقى نغير دي، هنشيل دول وتعالى هنشوف هيحصل ايه لما انا احط اوبجكت تاني في نفس الداتا بالظبط. لو انا جيت عملت هنا كليك، زي ما انت شايف حصل اكسكيوشن للافكت. ليه؟ لان هنا ده ريفرنس، او بمعنى اصح اللي بيعمله الانجولار ان هو بيستخدم الستريكت كومباريزون. يعني ايه؟ يعني بيستخدم الثلاثه ايكوال. لكن في حاله الاوبجكتس، الاوبجكت هو عباره عن ريفرنس فاليو تايب، لكن الانتجر والدبل مثلا دولت فاليو تايب عادي. انا عارف ان حد هيقول لي بس السترنج هي كمان ريفرنس فاليو تايب، اوكي، بس هي استثناء من الحاله دي. بس عارف افهمك ايه الفرق بين الفاليو تايب والريفرنس فاليو تايب لو انت مش عارف. الفاليو تايب مثلا لو انا جيت عملت هنا مثلا وليكن انت اكس ايكوال مثلا 10، بيبقى موجود ازاي في الميموري؟ عباره عن سيل فيها متخزن فيها الفاليو هي 10 ماشي، والاكس مربوط بالسيل دي وعارف ان في فاليو اسمها 10. اما الريفرنس فاليو تايب فما بتبقاش كده. الريفرنس فاليو تايب اي حاجه هي عباره عن اري او اوبجكت فهي ريفرنس فاليو تايب. الاوبجكت مثلا بتاع اليوزر بيبقى متخزن عندك مثلا وليكن الاي دي في السيل لوحدها، واليوزر نيم مثلا والايج والكلام ده كله، فدول صعب يبقى فاريبل واحد بيشاور عليهم كلهم. فبالتالي الفاريبل لو انا جيت عملت مثلا سوري، لو جيت عملت مثلا يوزر مثلا ايكوال يوزر، لو ده التايب يعني، وكتبت مثلا نيو يوزر، فاللي بيحصل ايه بقى هنا؟ ان الفاريبل ده مش بيبقى شايل الفاليوز، بيبقى شايل الادرس. الادرس مثلا ممكن يبقى ايه 0x مثلا 01 وات ايفر، مثلا 0x 02 مثلا وات ايفر. فالقيمه اللي بتبقى موجوده في اليوزر مش الفاليوز بيبقى موجود ده. فلما يجي الانجولار انا دخلت عندي فاريبل اسمه يوزر وفاريبل تاني اسمه يوزر فروم اي بي اي، فالداتا اللي جايه من الاي بي اي هتتخزن في اوبجكت مختلف في الميموري. فيبقى عندك ايه؟ يبقى عندك اوبجكت اللي جاي من الاي بي اي، وعندك اوبجكت تاني اللي هو بتاع اليوزر. ممكن ده مثلا هيبقى الادرس بتاعه مثلا 0x0 مثلا 1 5، وده مثلا هيبقى 0x017. فيجي الانجولار هيقارن بالثلاثه ايكوال ما بين ده وبين ده، فيجي يقارن 0x017 بيساوي بالظبط 0x015، هيلاقيهم مختلفين. ده بمنتهى البساطه. فهيلاقيهم مختلفين فيروح عامل ايه؟ عامل اكسكيوت للكود بتاع الافكت، مش بس الكود بتاع الافكت، اي حاجه تاني مرتبطه بالسيجنال دي. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ حلو قوي. هنا الانجولار مدي لك في السيجنال اوبشن. هنا في عندك حاجتين في الاوبشن دي، عندك ديباج نيم. ديباج نيم ده لو انت عايز تكتب اسمها، او يعني عايز يظهر اسمها ايه في الديباجنج وانت بتعمل ديباج يعني. اوكي. الحاجه الثانيه ايكوال، هنا بتحدد له امتى يعتبر القيمه الجديده والقديمه متساويين. اوكي. فهنا ده مثلا حل مش عملي قوي، بس يعني مبدئيا ينفع ان انت لازم تقارن الاي دي بيساوي الاي دي، والنيم بيساوي النيم، والايج بيساوي الايج. في الحاله دي مش هيعمل اكسكيوت خالص للافكت. تعالى ايه نجرب مع بعض ونشوف. انا هنا هضغط اهو على الابديت، هتلاقي ما حصلش حاجه. ليه؟ عشان خلاص انا كده محدد له امتى يعتبر القيمه اللي جايه والقيمه القديمه يعتبر متساويين. فدي نقطه مهمه تاخد بالك منها وتبقى انت فاهمها كويس قوي. ده بالنسبه للحاجه احنا عايزين نقولها على السيجنال. طيب في بعد كده عندنا عايزين نقول ملحوظه على الريسورس والار اكس ريسورس، او هنا مش موجود الار اكس ريسورس، بس عامه بنتكلم عن الريسورس والار اكس ريسورس. الريسورس ده بنستخدمه عشان نعمل كول للاي بي اي. في عندك الريسورس بتستخدم معاه الفيتش، وعندك الار اكس ريسورس بتستخدم معاه الاتش تي بي كلاينت. الار اكس ريسورس لازم ترجع له اوبزرفبل،
تمام. الريسورس لازم ترجع له بروميس. في عندك الريسورس بياخد برامز ولودر. اللودر دي لو انت هتعمل كود الاي بي اي عادي جدا، او بياخد ستريم لو انت بتديله او لو عايزه يجيب ريال تايم داتا لو انت فاتح ويب سوكت. الاركس ريسورس بياخد برامز وستريم، بس مش معناه ان هي ما بيعملش كود الاي بي اي، لا بيعمل كود الاي بي اي عادي جدا. خد بالك انه في اصدار رقم 19 لما نزلوا الريسورس والاركس ريسورس بشكل تجريبي كان عندهم البرامز اسمها ريكويست، فدي اصبحت دلوقتي اسمها برامز. دي من ضمن البريكنج تشينجز، انك انت لما تيجي تعمل ابديت لمشروع قديم وكنت مستخدم فيه ريسورس لازم تغير كلمه ريكويست لبرامز. الاركس ريسورس بتستخدم فيه برضه كان عنده نفس المشكله، كان اسمها برامز او كان اسمها ريكويست وبقى اسمها برامز، وكان الفانكشن اسمها لودر اتغيرت بقت اسمها ستريم. تعال حتى نشوفهم كده في الكود. يعني لو جيت هنا كتبت مثلا وليكن ار اكس، نكتب هنا مثلا ار اكس ريسورس وهتفرق، مش شرط احنا نشوف كل التفاصيل، بس هنا لو جينا دخلنا هنا هتلاقي ان هو جواه بياخد البرامز او ما صح اللي هو فيه ستريم، وهو اكستند البيز ريسورس اوبشنز اللي هي البرامز والديفولت فاليو، وعنده برضو الايكوال. خد بالك والانجكتور، يعني الايكوال ده برضو موجود معانا في الريسورس او الاركس ريسورس عشان ما يحصلش كولينج للاي بي اي. خد بالك في الكلمه دي، ما يحصلش كولينج للاي بي اي على الفاضي. ما هي دي نقطه ثانيه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو جينا هنا هتلاقي ان الريسورس مربوط بيوزر اي دي. يوزر اي دي برضو سيجنال ثانيه، فاليوزر اي دي سيجنال لو كل ما تتغير القيمه بتاعت اليوزر اي دي هيحصل كل الاي بي اي عشان يجيب الداتا الجديده طبقا للاي دي الجديد. فلو انت مش عامل ايكوال صح، مع كل تغيير يحصل كود الاي بي اي، وهتعمل كود الاي بي اي ويجي الرد وخد بالك ان الفيو مش هيتغير حاجه فيه، بس انت عملت كود الاي بي اي على الفاضي. هتاخد بالك من النقطه دي برضه. فتلاحظ كده ان الاركس ريسورس ما فيهاش كلمه لودر، بقت اسمها ستريم. في الريسورس لو جيت دخلت هنا هتلاقي برضه فيها الديفولت فاليو، مفيش مشكله. وهتيجي هنا ريسورس اوبشنز هتلاقي عندها حاجه من الاثنين، يا اما بروميس ريسورس، يا اما بتاخد اللي هي بتبقى اسمها لودر وستريم نيفر، يعني ما ينفعش تحط ستريم ولودر مع بعض، او بتاخد ستريم ريسورس اوبشنز اللي هي فيها الستريم وما فيهاش لودر. دي الحاجه تاخد بالك منها برضو من ضمن التحديثات اللي عملوها في السيجنالز. حاجه كمان بالنسبه للريسورس، الريسورس هي ستريم، تمام. لما تديها الستريم اوكي لازم ترجع بروميس من نوع سيجنال من نوع ريسورس ستريم ايتم، يعني مش اي نوع خلاص، لازم يبقى هو ده التايب اللي هي بترجعه. اوكي نيجي عندنا ال HTTP ريسورس. خد بالك ال HTTP ريسورس هي ما زالت تجريبيه، يعني ما ينفعش تعتمد عليها 100%. هم اصلا عاملينها بس مخصوص عشان لحد الان بيجربوها على الجيت بس. اي نعم في اوبشن انت تديها كلمه ميثود وتديها اذا كان بوت ولا بوست ولا الكلام ده كله، بس ما انا لسه ما جربتهاش برضه في الاد والاديت والديليت عشان هي مفترض اكسبيرمنتال. فدي كل البروبرتيز اللي ممكن تحطها في ال HTTP ريسورس. في اتنين جداد لسه نازلين مع اصدار رقم 20.1 اللي هم الكيب لايف والتايم اوت. ميزه ال HTTP ريسورس ان هو بيستخدم ال HTTP كلاينت، ده معناه ان انت تقدر تستخدمه مع الانترسبتورز لو انت هتعمل انترسبتورز في الابلكيشن بتاعتك. برضو من ضمن الحاجات الجديده اللي اتعملت انك انت وانت هنا بتعمل كونفجريشن ممكن هتعمل بروفايد HTTP كلاينت في بتعمل بروفايد للانترسبتورز بالطريقه دي. بس الجديد عندنا هنا انك انت في حاجه اسمها with fetch، دي جديده. لو انت عايز ال HTTP كلاينت يستخدم فيتش، بس انا بصراحه ما جربتش استخدام الفيتش مع ال HTTP كلاينت، وهل الانترسبتورز هتشتغل معاها ولا لا، دي حاجه ما جربتهاش برضه لسه. وحاجه كمان ال HTTP ريسورس نزل في الاصدار رقم 19.2، بس كان وقتها بتكتبوا كده مثلا وليكن اي حاجه اي فاريبل وات ايفر HTTP ريسورس، كنت بتدي له السترنج مباشره. بس دلوقتي لغوها، يعني ما ينفعش تديها سترنج على طول، لازم تبقى فانكشن بالطريقه دي. ده الكلام عن ال HTTP ريسورس، وده بيقول لك برضه ان هو ينفع تستخدم معاه انترسبتورز علشان خاطر هو مع او بيستخدم ال HTTP كلاينت. طيب نيجي بقى عندنا لينكد سيجنال نوقف دي مؤقتا ونوقف دي مؤقتا. نتكلم عن اللينكد سيجنال والكمبيوتد. الكمبيوتد واللينكد سيجنال فكرتهم واحده، ان هما الاثنين لما بتربطهم مع يعني سيجنال ثانيه بيدوك القيمه الجديده بتاعت السيجنال الثانيه، مفيش مشكله. او تفر بقى البروسيس اللي انت ممكن تعملها هنا، انت ممكن تعمل هاندلنج للفاليو وترجع حاجه ثانيه انت عايزها، مفيش مشكله خالص. بس هنا اللينكد سيجنال ممكن تعمل معاها حاجه ثانيه خالص، ممكن تديها ديفولت فاليو. زي ما انت شايف هنا، انت مثلا هنا ايه مدينها اول فاليو كديفولت فاليو في ال في الاري دي. هفترض مثلا عندي موديلات لموبايلات سامسونج ابل جوجل مثلا، وبتاخد دي اول قيمه، تمام. الحاجه الثانيه كمبيوتر ما تقدرش
ما تقدرش تعمل لها set خالص. يعني لو جيت هنا مثلا، تعال نوقف الكود ده خلاص، نوقف ده، تعال نشغل الكود ده. لو جيت هنا شفت انا عامل هنا set model دوت او selected model دوت set model. يعني ايه؟ يعني انت هنا تقدر تعمل set للينكد سيجنال عادي جدا، اما للكمبيوتد ما تقدرش. ده لان الكمبيوتد ريد اونلي فقط لا غير. دي حاجه مهمه لازم انت تبقى عارفها. زي ما انت شايف بيحصل تغيير اهو، ماشي. ده احنا طبعا في الافكت. الفرق الثاني ما بين الكمبيوتد واللينكد سيجنال ان اللينكد سيجنال ممكن تعمل معاها اللي انت شايفه قدامك ده، تديها اوبجكت بتكتب فيه السورس اللي هو السيجنال اللي هي مربوطه بيها. الحاجه الثانيه بتعمل كومبيوتيشن، دي فانكشن بتقدر تعمل اكسس على السورس، القيمه الحاليه والقيمه السابقه. ممكن تعمل كونديشن معينه او وات ايفر بقى انت عايز تعمله ايه، وتطلع حاجه لو انت عايز يعني تبقى عندك فاليو بناء على القيمه القديمه. وبرده عندها الايكوال، ودي برده حاجه ثانيه عشان تاخد بالك منها عشان ما تعملش اكسكيوت على الفاضي. ونفس الكلام على فكره الكمبيوتد برده عندها الديباج نيم والايكوال. هنا مش عارف عندها ديباج نيم ولا لا، هنا مفيش اي حاجه ثانيه او اي اوبشنز ثاني، ماشي. يبقى كده عندي فرقين، يبقى انا كده عندي حاجتين نفرق بيهم بين الكمبيوتد واللينكد سيجنال، اللي هما الاثنين يعتبروا زي بعض. بس الكمبيوتد ريد اونلي، لينكد سيجنال مش ريد اونلي، تقدر تعمل لها ست وابديت عادي جدا زي اي سيجنال. الحاجه الثانيه اللينكد سيجنال تقدر تعمل او تاكسس على البريفيس فاليو. نيجي بقى للافكت. الافكت هنا وظيفتها ان هي بتتغير او بيحصل اكسكيوت لما اي سيجنال جواها تتغير. هتقول طب ايه الفرق بينها وبين الكمبيوتر بقى كده؟ الكمبيوتر وظيفتها ان هي تبقى بيور فانكشن، تعمل عمليه حسابيه وترجع قيمه، ملهاش ان هي تعمل او تاثر على اي حاجه خارجيه. يعني ملهاش ان هي مثلا تعدل حاجه في الدوم، او ان هي تسجل حاجه في لوكال ستورج، او مثلا ايه يعني الحاجات الخارجيه عنها مثلا، او مثلا ان هي تبعت ريكوست للاي بي اي. مش معمول عشان كده. الافكت معمول عشان كده، عشان يبقى ليها سايد افكت. خد بالك ان الافكت ما تستعملهاش كتير قوي عشان ممكن تعمل لك مشاكل، ممكن تدخلك في انفينيت لوب. فحاول لو انت عايز تحسب قيمه بناء على قيمه ثانيه وبناء على سيجنال ثانيه، استخدم كومبيوتد بس. الافكت تستخدمها مثلا لو انت عايز تعمل تشينج للدوم خارج نطاق التشينج ديتكشن بتاع الانجولار، مثلا عايز تسجل حاجه في لوكال ستورج. الحاجه الجديده في الافكت ان هم ضافوا حاجه اسمها اون كلين اب. دي جديده في انجولار 20. دي زي ما انت شايف فانكشن عاديه جدا بنستخدمها عشان نعمل كلين اب. مثلا لو انت عندك سيت تايم اوت بتعمل له كلير. لو انت مثلا عامل اوبزرفبل زي كده ممكن تعمل له ايه انسبسكرايب. ده بالنسبه للافكت. كده احنا خلصنا كلام عن السيجنالز. نيجي بعد كده للزون ليست. الزون ليست زي ما احنا قلنا الزون جي اس عامله مشكله عشان خاطر اللي هي بتعمل تشيك لكل الكومبوننتس والكلام ده كله. بداوا يعملوا الزون ليست ابلكيشن. في ناس هتقول لي ما دي مش حاجه جديده، هي اوكي هي كانت اكسبيرمنتال يعني تجريبيه ما ينفعش، او كانت يعني صح غير مستقره، مستقره الى حد ما في انجولار 20 فتعتبر نيو فيتشر. بس هي برضو ما زالت ديفلوبر فيو، يعني ما تقدرش تستخدمها في البرودكشن برضو لسه. هي معموله عشان تجربها في يوز كيسز معينه، تقول لهم لو في مشكله الكلام ده. عشان تستخدمها لازم يبقى عندك حاجتين اتنين، اللي هما الاثنين دول: بروفايد زونلس تشينج ديتكشن. خد بالك كان اسمها في الحد الاصدار رقم 19 بروفايد اكسبيرمنتال زونلس تشينج ديتكشن، يعني كده اسمها اتغير. برضو كمان لازم تستخدم دي معاها. ولو انت بتحدث ابلكيشن قديمه لازم تشيل اي حاجه خاصه بزون جي اس في الانجولار دوت جوس. ايه بقى دي؟ طبعا دي لسه مفهوم اسمها، هنستعمل زونلس ابلكيشن. لكن دي ايه دي؟ دلوقتي احنا قلنا ان الزونلس او الزون جي اس هي مسؤوله عن التشينج ديتكشن. مش بس كده، هي كمان مسؤوله عن ان هي تعرض لك الايرورز اللي بتحصل وقت التشينج ديتكشن. فدلوقتي ما بقاش في زون جي اس، فمين بقى اللي هيظهر لك الايرورز؟ مفيش. فبالتالي الانجولار عمل لك حاجه ثانيه، يعني هم عملوا تول ثانيه عشان بتعمل لك الايرورز دي. فانت بتحط بروفايد براوزر جلوبال ايرور ليسترز. طيب بالنسبه للزون ليست، بما ان احنا خلاص هنستغنى عن الزون جي اس، فازاي احنا نعمل تشينج ديتكشن وقتها؟ عندك حاجه من الاثنين: يا اما هتعملها بنفسك زي كده مثلا، تعتمد على حاجه اسمها مارك فور تشيك، اوكي، او تستخدم السيجنال بمنتهى البساطه وريح دماغك. في بعد كده عندنا حاجه اسمها بيندنج تاسكس. برضو ايه قصتها دي؟ الزون جي اس لما كنت تعمل مثلا اي ريكوست للاي بي اي، او بتعمل بمعنى صح اسynchronous تاسك، اي تاسك غير متزامنه، كانت هي بتعرف اي حاجه معتمده على الموضوع ده ان في تاسك غير متزامنه شغاله. يعني مثلا لو انت بتستعمل مكتبه بروتراكتور عشان تعمل تيستنج، بروتراكتور لازم تبقى هي عارفه اذا كان ابلكيشن مستقر ولا لا، يعني عندها اسynchronous تاسك ولا لا. فده كان موجود عشان الزون جي اس موجوده. دلوقتي احنا لغيناها. ففريق انجولار عمل ايه بقى؟ عمل لك
سيرفيس جديده اسمها بندنج تاسك، تمام؟ دي بتعرفك اذا كان في تاسك شغاله في الخلفيه ولا لا. طب انا ممكن استخدم حاجه زي دي ازاي؟ دي ممكن تعمل ايه؟ مثلا ممكن تعمل زي لودر واحد الابلكيشن كله، وتبقى شكلها اوتوماتيك عادي جدا. مجرد ما تعمل كود الاي بي اي يظهر لودر لوحده بناء على ايه؟ الهاز بندنج تاسك. يعني انت مش محتاج انك انت تعمل انجكت ليها في كل الكومبوننتس عشان خاطر تعمل كل، يعني حتى يكفي بس انك تعملها في الاب كومبوننت تظهر لك اللودر مع اي ريكوست يتبعت في اي حته. فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. خد بالك ان البندنج تاسك دي مش جديده قوي في انجلر 20، هي كانت موجوده قبل كده بس ما كانتش متاحه للاستخدام بالطريقه دي. هنا دي ما بقتش حقيقيه. المفترض اول ما الانجلر 20 نزل فعلا ما كانش في اوبشن او ما كانش في سؤال للاس اس ار، لكن لو انت حدثت دلوقتي ل 20.1 هتلاقي حاطط لك برده سؤال للاس اس ار، يعني انت عايز اس اس ار ولا لا. فالاس اس ار ما بقتش انيبل باي ديفولت، لا خلاص هي رجعوها تاني، انت بتختار اذا كنت عايز تضيفها ولا لا. ده وانت بتعمل بروجكت جديد بيسالك الاسئله دي، بيسالك عايز الزولس ولا لا، ايه نوع السي اس اس اللي انت عايزه، كمان بيسالك انت عايز الاس اس ار ولا لا. الاس اس ار هنا في عندنا حاجه احنا ما اتكلمناش عنها بعمق قوي في تحديث الفيديو بتاع انجلر 19، لكن هنتكلم عنه دلوقتي. طيب ايه قصه السيرفر راوت؟ زي ما انت شايف في عندي حاجه هنا اسمها ريندر مود. انا عندي في الانجلر 3 انواع من الريندر. اول نوع هو الكلاينت، يعني متصفح بيقرا كود الجافا سكريبت ويعمل جنريت لل HTML عنده على المتصفح. عندي نوع تاني اللي هو بريندر سيرفر، وده معناه ان انا بقول للسيرفر انت هتعمل جنريت لل HTML عندك تبعت لمتصفح ال HTML جاهز. البري ريندر معناها بقول للسيرفر وقت البيلد تايم، يعني وانت بتعمل انج بيلد هو بيعمل لك صفحه استاتيك HTML، يعني صفحه استاتيك جاهزه، يعني مش كل مره هيعمل جنريت، لا هي جاهزه. وقت ما المتصفح يطلب الراوت الفلاني يبعت له ال HTML اللي هما ايه موجود عنده خلاص، مش بيعمل جنريت. الديفولت بتاعها بيبقى عندك دي معناها بقول له اي باص عندك مهما كان هتعمل له بري ريندر، هتعمل ستاتيك HTML للموقع كله. طبعا خلينا نشيل الديفولت ده دلوقتي ونشوف الحاجه اللي عندنا ايه عشان احنا فاهمين ايه اللي موجود عندي. عندي السيرفر راوت ده هو عباره عن 4 تايبس، يا اما سيرفر راوت كلاينت، يا اما سيرفر راوت بري ريندر، يا اما سيرفر راوت بري ريندر ويز برامز، او سيرفر راوت سيرفر. ابسط نوع هو السيرفر راوت كلاينت. عايز نعرف ايه الفروق ما بينهم كلهم. مبدئيا كلهم مشتركين في 4 حاجات ثابتين اللي هم دول: الباص والبري ريندر والهيدر والستاتس. نفس الكلام بتاع الكلاينت. ابسط نوعين هما السيرفر راوت كلاينت والسيرفر راوت سيرفر، ما فيهمش اي حاجه جديده، هو بس فيهم الباص، فيهم الريندر مود، وفيهم الهيدرز والستاتس. مبدئيا كده الهيدرز والستاتس، الهيدرز دي معناها بتقول له مع الراوت الفلاني دايما ضيف لي الهيدر الفلاني، يعني هو مفترض بيرجع لك ريسبونس تمام من السيرفر، فانت بتقول له الهيدر او هتضيف لي على الهيدرز بتاعت الريسبونس تضيف لي الهيدرز دي. الستاتس هتقول له الستاتس اللي هترجعها لي مع الراوت الفلاني هي مثلا 200 وتبقى 201 وتبقى اللي انت عايزه ايه، الستاتس كود هو اللي انت عايزه ايه، اللي انت عايزه السيرفر يرجعه لك يعني. دول بقى عندي اوبشنالز عادي، لكن بالنسبه للباقيين لا، او بالذات الباص والايه الريندر مود. نيجي بقى للنوعين التانيين اللي هو البري ريندر والبري ريندر ويز بارامتر عشان نبقى فاهمينهم ايه مع بعض كويس قوي. البري ريندر ما ينفعش تحط معاه ستاتس خالص، مش موجود، يعني الستاتس ده مش معانا. هتقولي زي ما انت احنا شفنا ان كلهم مشتركين ما بينهم كلهم، يعني احنا جينا دخلنا هنا ودخلنا على السيرفر راوت كومن هنا في ستاتس بس لو انت جيت دخلت تاني ودخلت على مثلا بري ريندر هتلاقيه هو بيعمل اكستند للسيرفر راوت كومن بس عامل ليها اوميت للستاتس، يعني لاغي الستاتس. اوكي، فالستاتس ما تنفعش تبقى معانا. عندي هنا حاجه اسمها جيت بري ريندر بالانس. افترضنا عندي حاجه اسمها بوست سيرفيس مثلا، وعندي فيها فانكشن بتجيب لي الاي ديز. هي كل الفكره ان انا بقول للانجلر وانت بتعمل بيلد تايم هتاخد الاي ديز اللي في الاري دي وهتعمل لي جنريت صفحه لكل اي دي. فهو هيروح مثلا عندك كده بوست اي دي، هياخد البوست يحط مثلا اي دي مثلا وليكن رقم 1 ويروح يبعت الكوست للاي بي اي ويجيب الداتا بتاعت البوست ويعمل لك منها جنريت ستاتيك اتش تي ام ال. يعني زي ما انت شايف ممكن يعمل لك مثلا فولدر اسمه بوست جواه 1 دوت اتش تي ام ال الاي دي، مثلا لو هو مثلا عندي اي دي او الاري عباره عن 1 2 3 فيعمل لك صفحه اسمها 1 بوينت اتش تي ام ال 2 بوينت اتش تي ام ال وهكذا. عندك هنا جيت بري ريندر برامز ممكن تستعمل حاجه معاها اسمها فول باك، فيها بري ريندر فول باك تمام. الستاتس دي يا اما هتقول له يا اما يا كلاينت يا سيرفر يعني ايه بقى الفول باك؟ يعني لو حصل ايرور مش عارف تعمل جنريت او تعمل ستاتيك اتش تي ام ال، خلاص يا عم سيبها وخلي الريندر مود كلاينت مالكش دعوه. الفول باك اكيد مش هينفع تستخدمها من غير الفانكشن اللي تحتها، وده الفرق ما بين او السيرفر راوت بري ريندر ويز بارامز والسيرفر راوت ريندر. السيرفر راوت ريندر
انت مش محتاج ايه تحط فيها الفول باك ده. الفكره بتاعت السيرفر راوت عامه. نيجي نشوف اللي بعده. عندي حاجه اسمها اسync ريدايركت تو. طبعا لو انت عارف الراوتس كويس قوي، عندنا حاجه اسمها ريدايركت تو لسه هنتكلم عنها في الكورس. صارت ريدايركت تو دي بنستخدمها علشان نقول له مثلا الباص الفلاني لما يجي يتفتح هتحوله او هتعمل دايركت على باص تاني خالص. كانت زمان بتاخد بس السترنج فقط لا غير. طيب ايه بقى المشكله اللي كانت موجوده وقتها، او ايه الحاجه اللي هم بسببها عملوا الريدايركت تو ان هي تبقى اسync، بتقبل فانكشن اسync؟ هي مش شرط تقبل فانكشن اسync، يعني ممكن تبقى فانكشن عادي جدا بترجع سترنج ما فيش مشكله. هقول لك يا سيدي، تخيل معايا ان انت عندك موقع اي كوميرس وفي شوبينج كارت. الطبيعي ان لما العميل يجي يعمل تشيك اوت لازم نبعت للسيرفر نتاكد ان كل المنتجات متاحه في المخزن ولا لا، او حتى السعر اتغير ولا لا. تمام، لان ممكن يكون في مثلا تخيل معايا لو عندي منتج باقي منه قطعه واحده، وفي اتنين عملاء هما الاتنين بالصدفه البحته بيشتروا نفس المنتج، وهما الاتنين حطوا المنتج في الكارت، وهو واضح قدام كل واحد فيهم ان باقي منه قطعه واحده، بس فيهم واحد اسرع من التاني ودفع خلاص وعمل الاوردر. التاني بقى لما يجي يدفع ما ينفعش اخلي السيستم يقبل الاوردر، لازم اقول له لا استنى، ده خلاص ده اتباعت، القطعه دي مش متوفره. فلازم هو بيعمل تشيك اوت ابعت للسيرفر واقول له هل في اللحظه دي المنتج ده متوفر ولا لا. ولو متوفر هبعت العميل او هحول العميل مثلا على صفحه الشيبنج ديتيلز مثلا نفرض، او لو لا هحوله برده على صفحه الكارت. تمام، اوري له ملحوظه ان المنتج خلاص ما بقاش ايه غير متوفر. او مثلا لو السعر اتغير اللحظه دي هبعته برده على صفحه الكارت واقول له ان خلاص السعر اتغير، ولو هو عايز يشيله او يكمل الشراء يكمل، ما يكملش خلاص. طيب السيناريو ده كان بيتعمل ازاي زمان؟ كنا بنعمل راوت بيكون اسمه مثلا تشيك اوت، وبنربطه بكومبوننت هيكون فيه لودر. وظيفه الكومبوننت ده بس ان هو يبعت للسيرفر يساله هل المنتجات متوفره ولا لا. بناء على الرد هيخليه يحول العميل اما صفحه الكارت لو في مشكله او لصفحه الشوبينج ديتيلز مثلا. طيب فين بقى المشكله هنا؟ المشكله ان اليوزر اكسبيرينس هنا هتبقى سيئه شويه. ليه؟ العميل هيشوف صفحه ما فيهاش اي حاجه خالص وفيها اللودر، وهيلاحظ ان اليو ار ال اتغير كمان ومش عارف ايه اللي بيحصل في الخلفيه. اوكي، ممكن بعد كده يعني يبقى حاسس ان الموقع بتاعك بطيء. طيب المشكله الثانيه والاهم ان لو هو بس هفترض ان العميل راح للشيبنج ديتيل وعايز يرجع تاني لصفحه، هو مثلا كان في صفحه البرودكت وانا حولته لصفحه الشيبنج ديتيلز، وبعد كده هو غير رايه وعايز يعمل باك، فراح عمل باك. مش هيروح على صفحه البرودكت او صفحه المنتجات، لا هيرجع تاني على صفحه التشيك اوت. في الحاله دي ممكن يعلق في النص اللي هو ما يبقاش فاهم، او ممكن الابلكيشن ترجعه تاني على صفحه الشيبنج ديتيلز اجباري، او ان هو يلاقي نفسه اتحط في الصفحه دي ومفيش اي حاجه تانية بتحصل. ودي كانت طبعا يوزر اكسبيرينس سيئه جدا. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نستخدم الريدايركت تو اسync او اسync ريدايركت تو. ازاي؟ زي ما انت شايف هنا هنعمل تشيك اوت عادي جدا، الباص تشيك اوت، بس هنعمل ريدايركت تو وهنعمل فانكشن اسync هنخليه يبعت يتاكد من الحاجه في الباك اند براحته خالص، وبعد كده نحوله على باص زي ما احنا عايزين، يا ده يا كارت الشيبنج ديتيلز. ماشي، دي كل الفكره. بس طبعا لو انت هتستعمل في الحاجه دي لازم تستعمل الباص ماتش فول. اوكي، وهنشرح ليه برضه بس باص ماتش فول في الكورس. ماشي، دي كل الفكره، او دي من ضمن الحاجات الجديده في الانجلر 20. طيب نيجي بعد كده للحاجات الخاصه بالديفلوبر اكسبيرينس. اول حاجه النيو بيلدر. يعني ايه نيو بيلدر؟ زمان كان الانجلر بيعتمد على حاجه اسمها ويب باك في تشغيل وعمل بيلد للمشروع. يعني لما نستخدم الانجي سيرف والانجي بيلد كان بيعتمد على الويب باك في انك تعمل رن للابلكيشن او تعمل لها بيلد. ماشي، طيب مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي كانت مكتوبه بالجافا سكريبت، فبتعمل عمليات كتيره جدا وبشكل تسلسلي مش بشكل متوازي، يعني ما تقدرش تعمل عمليتين في وقت واحد. وده طبعا بيخلي وقت البيلد كبير جدا. وفي ناس اكيد لاحظت الكلام ده هم شغالين في المشاريع الكبيره، لما تيجي تعمل تعديل ممكن تقعد دقيقه او دقيقه ونص او دقيقتين لحد ما تشوف التعديل ده شكله عامل ازاي. فبالتالي الانجولار اعتمدوا على بيلدر جديد. ايه بقى البيلدر الجديد ده؟ اعتمدوا على حاجه اسمها اي اس بيلد. الاي اس بيلد ده مكتوب بلغه برمجه جو، ودي احسن لانها لو ليفل بروجرامينج لانجويجز، يعني هي اقرب للهاردوير وبتقدر تشتغل او بتقدر تعمل عمليتين في نفس الوقت، يعني تقدر تعمل بارلل اوبريشنز. فبالتالي هتلاقي ان البيلد بتاعها اسرع 5 مرات من الويب باك. الحاجه الثانيه هو الاتش ام ار او الهوت موديول ريبليسمنت. هي دي فكرتها، هي كانت نازله من اصدار 19 لكن في اصدار 20 مفترض بقت ستيبل. اوكي، هي كل فكرتها ان هم عايزين التغيير اللي يحصل في الكود ما يعملش ريلود للصفحه قدامك. يعني مثلا تخيل معايا انت بتعمل مثلا ديزاين لموديل، اوكي، او بوب اب او مثلا اليرت او وات، فانت عشان لما تيجي تعمل تعديل في الديزاين بتاعه هيحصل اللود، فتضطر انك تروح تفتحه تاني. او انت مثلا بتعمل ديزاين لفورم وعايز تتاكد من حاجه معينه فبتملى الفورم، رحت غيرت حاجه تانيه فيعمل ريلود فيمسح الداتا فتروح تدخلها تاني عشان تتاكد.
فالموضوع ايه رخم الصراحه. فهم عملوا الاتش ام ار ده علشان خاطر ما يحصلش الكلام ده. يعني لو انت مدخل داتا في فورم وغيرت حاجه في الكود ما يحصلش الريلود والداتا ما تمسحش والتغيير يحصل قدامك. هم عايزين كده. في عندنا حاجه برضو اسمها improved host binding. يعني في عندي في الكومبوننت دوكريتور بروبرتي اسمها هوست، بتقدر تحط فيها مثلا تحط كلاسز بحيث انها تتحط على التاج بتاع التمبلت نفسه او بتاع الكومبوننت نفسه مثلا. اوكي، مشكله الهوستس دي ما كانش فيها الكومبايلر يقدر يديك اخطاء زي ما واضح في الصوره كده خالص. فكان وقتها الفريق انجلر يقول لك بدل ما تستخدمها معلش استخدم الديكوريتور اللي اسمه هوست بايندنج او هوست ليسنر. لكن دلوقتي بقت شغاله حلو جدا، بقت في كومبايلر بيقراها او بيقرا الايرورز يقول لك، فده حاجه كويس. طبعا في عندي مايجريشن تولز، عندي سيجنال انبوت مايجريشنز. لو انت عامل استخدم انبوتس بالانبوت ديكوريتور هيغيرها لك بالانبوت سيجنال. لو انت مستخدم كومبوننت ومش عامل سيلف تاج، يعني مثلا لو انت عامل كده، يعني مثلا عندك الراوتر اوتلت مثلا، يعني نكتبها كده الراوتر اوتلت عامل كده، وجيت رحت عامل تاني هنا راوتر اوتلت وعامل كده، ملهاش لازمه قوي دي. هيجي هم شايلين لك الجزء ده ويحطوا لك العلامه كده عشان تبقى ايه سيلف كلوزنج تاج. اوكي، عندك كلين ان يوزد امبورتس، يعني في عندك لو انت عامل امبورت في حاجه داخل الكومبوننت بس انت ما استخدمتهاش في الكومبوننت، فهو بيشيلها لك برضه، بينضف لك الابلكيشن يعني، ودي برضه حاجه كويسه. نيجي بقى للاوثرنج امبروفمنت. اول حاجه الدايناميك كومبوننت كريشن. تعالى بقى هنا نشوف حكايه الدايناميك كومبوننت. عشان تعمل دايناميك كومبوننت كان بيبقى عندك طريقه من الاثنين، يا اما انت بتعمل هنا فيو كونتينر ريفرنس وبتعمل انجكت للفيو كونتينر ريفرنس، وده بيمسك الريفرنس بتاع الاوبجكت المسؤول عن الاب روت في الميموري، ولما تيجي تعمل الكومبوننت بيكريته بعد الاب روت تحته على طول في الدوم. اوكي، الطريقه الثانيه انك انت لو انت عايز تحقنه في حته معينه، بس هفترض ان انا هحقنه هنا اهو، هتيجي مثلا تعمل ان جي كونتينر مثلا، وده ممكن تعمله سيلف كلوزنج تاج مفيش مشكله، مش هحط حاجه جواه. اوكي، وتيجي مثلا هتيجي تعمل مثلا وليكن هنا نيو كومبوننت وات ايفر، ده اللي هو تمبلت فاريبل، وهتيجي في الاب كومبوننت هنا بدل ما تعمل انجكت بالطريقه دي ممكن تستخدم الفيو تشايلد. اوكي، وتحط السترنج هنا الاسم يعني اللي استخدمته هناك، وتيجي هنا هتقول له ريد، هتقول له هتقرا لي منه ايه، هتقرا لي منه الفيو كونتنت ريفرنس. الاثنين واحد، في النهايه يبقى عندك فيو كونتينر ريفرنس سواء بتاع الان جي كونتينر او بتاع الابروت. في النهايه انت بتيجي هنا مثلا برضه بتعمل فاريبل هنا اسمه كونتنت ريف، تديله بان هو كونتنت ريف وبياخد النوع بتاع الكومبوننت ده. انا عامل مثلا كارد كومبوننت، هنشوف دلوقتي مع بعض. اوكي، عامة خلينا نرجع للطريقة الأولانية أحسن عشان نسهل على الشغل، بس بوريك الطريقتين لو أنت عايز تعمل ديناميك كومبوننت. كنت مفترض بتيجي أنت هنا بتقول له كريت كومبوننت، بتدي له الكومبوننت، وبعد كده بتعمل مثلا لو أنت عندك في الكومبوننت ده عندك مثلا تو واي بايند او سوري عندك اوتبوت، فبتعمل له ايه بتعمل كومبوننت ريف انستنس دوت مثلا، وليكن الكومبوننت ده في عندنا اوتبوت او ايفنت اسمه كلوز، فبتعمل عليه سبسكرايب لو انت عايز ايه تعمل عنده حاجه. ولو كنت عايز تحط انبوتس بتيجي هنا تحط السيت انبوتس وتحط الاسم الانبوت والفاليو بتاعته اللي انت عايزه عادي جدا. طبعا كان عندنا مشكله في التوي بايندنج، كانت عايزه حوار انك انت بتعمل لها سيت انبوت مره، وبعد كده تعمل لها سبسكرايب مره، والتعديل بتاعها بتبقى محتاج انك تستخدم حاجه زي مثلا في الافكت او وات ايفر سوري في الان جي تشينجز، كانت حوار. فدلوقتي حبوا يسهلوها علينا شويه، فعملوا ايه؟ عملوا الحته اللي فوق دي زي ما انت شايف، عمل لك اوبشنز مع الكريت كومبوننت. عمل لك ايه بقى؟ الاوبشنز دي عندك فيها حاجتين، في عندك البايندنج وعندك الدايركتيفز. بايندنج زي ما انت شايف عندك انبوت، هتعمل انبوت بايندنج، دي فانكشن عادي جدا. اوكي، هتحط فيها التايتل والكارد تايتل. هنجربها، بس قبل ما نجربها عايزين نرجع هنا البوتون. ماشي، مثلا نعمل مثلا وليكن كارد وات ايفر، وهنحط هنا الكريت ايفنت هنخليها كريت كارد. تعال نشوف، لو جينا نجربها هتلاقي زي ما انت شايف ايه شغال عادي جدا. بس تاخد بالك من نقطه هنا، الانبوت بايندنج ده التايتل جوه الكومبوننت ده كان عباره عن ايه؟ انبوت سيجنال. فانت هنا الكارد تايتل ده السيجنال، هتديله السيجنال زي ما هي، مش هتعمل كده، مش هتعمل كول للسيجنال دي كده، كانك بتحط له الفاليو بتاعت السيجنال. طبعا هو كده كده اصلا هيدي لك ايرور على string is not assignable to parameter of type unknown. هو هنا مفترض لو انت هتدي له value يبقى هتعمل function كده، واخد بالك؟ هتلاقيها برضه شغاله. لو انت عملت كده function واديت له السيجنال لوحدها، شوف هيدي لك ايه؟ هيكتب لك signal this is a dynamic card، ما ينفعش.
فانت يفضل انك تديله السيجنال بالطريقه دي. الاوتبوت بايندنج زي ما انت شايف عندك فانكشن تانية اسمها اوتبوت بايندنج برضو، وبتعمل فيها اللي انت عايزه، ولو انت عايز الريزلت هتعمل اكسس عادي جدا مفيش مشكله. عندك التوي بايندنج، هتعمل ايه بقى في التوي بايندنج؟ هتعمل السيجنال وهتديله السيجنال زي ما انت شايف كده بالظبط. الحاجه الثانيه الدايركتيفز، طبعا الطريقه القديمه اللي كنا شفناها من شويه مفيش اوبشن انت تقدر تضيف او تطبق دايركتيف على الكومبوننت الدايناميك خالص. عشان تحط دايركتيف على الكومبوننت عايز تعمله دايناميك، فانت لازم تخش داخل الكومبوننت نفسه هنا وتضيف الدايركتيفز هنا. ممكن تبقى مش محتاج انك تضيف في دايركتيفز عامه، بس محتاجه في حاله معينه في كيس معينه وانت بتعمل دايناميك كومبوننت. فهنا عملوا لك ايه الدايركتيفز، فهنا تقدر تضيف الدايركتيفز اللي انت عايزه عادي جدا. انا هنا ضفت عامل دايركتيف كده بنحطه نجربه. خد بالك حاجه من حاجه ثانيه، هفترض ان الدايركتيف ده جواه انبوت واوتبوت وانت عايز برضه تديهم فاليوز، او مثلا الاوتبوت عايز تستقبله في تو واي بايندنج برضه. هتعمل في الحاله دي عادي جدا، هتعمل كده تكتب التايب ماشي زي ما انت شايف، وبعد كده ممكن تاخد ايه بايندنجز بالطريقه دي عادي جدا. تمام، فدي طبعا حاجه جديده وحاجه كويسه جدا، خلت الديناميك كومبوننت تبقى سهله جدا علينا. طيب الحاجه اللي بعدها عندنا حاجه اسمها اكستند تمبلت اكسبريشن سينتاكس. طيب حلو قوي. ايه بقى الجديد فيها؟ في عندنا الان اوبريتور، في عندنا حاجه اسمها untagged template literals. طبعا انا عارف انك انت ممكن تكون مستخدم الانتاجد template literals وعارفها اكيد، بس مش عارف ان هي اسمها كده. هنشوفها دلوقتي. وزي في untagged في tagged برضه هنشوفها دلوقتي. طبعا الناس اللي هي فاهمه في سنتكس الجافا سكريبت تبقى عارفه ان في حاجات ما كانش ينفع نكتبها جوه التمبلت بتاع ال HTML في الانجولار، وهي اصلا حاجات خاصه بالجافا سكريبت. زي مثلا التايب اوف اوبريتور ما ينفعش تستخدمه، بس دلوقتي ينفع تستخدمه. في عندك الان اوبريتور ما كانش ينفع تستخدمه، دلوقتي ينفع تستخدمه. طب ايه هو الان اوبريتور؟ تعالى اوريك. اول حاجه انت عارف كويس قوي انك انت مثلا ما كانش ينفع تيجي تعمل كده. مثلا ما كنتش تقدر في الاصدارات القديمه تعمل مثلا زي نيم ان يوزر، ما تقدرش تعمل حاجه زي كده. طبعا احنا شلنا اليوزر شلنا اليوزر، بس تعالى نحطها تاني يوزر. اوكي مثلا عملنا اوبجكت عادي، تعالى نشيل دي. ما كنتش تقدر تعمل كده خالص في التمبلت في الاتش تي ام ال نهائي، دلوقتي ينفع تعملها. فبالتالي لو انت عندك، خد بالك من الملحوظه دي، لو انت عندك فاريبل، هفترض جدلا انت هنا عامل مثلا فاريبل مسميه ان ماشي، وقلت ان ايكوال مثلا 20. هفترض لو انت جيت هنا عملت الان كده دلوقتي مش هيعمل حاجه، عشان ده بالنسبه لنا اوبريتور للجافا سكريبت. هتيجي تعمل كده this دوت ان عشان تعرف تستخدمه. هفترض جدلا يعني نفس الكلام لو انت عامل فاريبل اسمه void، لازم تيجي تعمل هنا اسمه انت تحط دوت void، عشان لو جيت استخدمت الفويد لوحدها كده هيعتبرها الفويد او الاوبريتور بتاع الجافا سكريبت. خد بالك من الحاجات دي. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بقينا نقدر نستخدمها جوه التمبلت هي انك تعمل 2 مثلا اس 3، او انك تستخدم الباور بالطريقه اللي بتعملها في الجافا سكريبت بالظبط. يعني تقدر تعمل كده بالظبط مفيش اي مشاكل. دي من ضمن الحاجات الجديده في التمبلت بتاعت الانجولار 20. نيجي للتاجد والانتاجد تمبلت ليترال. طبعا كلمه تمبلت دي جايه في دماغك التمبلت بتاع الانجولار، بس لا، هو التمبلت اللي هو كنا بنعمل زي كده. مثلا تعرف مثلا اقول اكس مثلا ايكوال، هنعمل كده مثلا هنقول يوزر نيم از مثلا ونضيف ده كده اسمه تمبلت ليتر. وسموه تمبلت ليه؟ ان انت عامل ده كتمبلت، يعني بدليل ان انت دي السترنج تتغير على حسب تغيير اسم اليوزر والعمر بتاع اليوزر، فدي اسمها تمبلت. ودي كده اسمها انتاجد تمبلت ليتر. حاجه زي دي ما كنتش تقدر تعملها داخل التمبلت بتاع اتش تي ام ال، دلوقتي تقدر تعملها. يعني لو عملت كده هتلاقي عادي جدا شغال معاك، ما فيش اي مشكله خالص. زائد كمان انت ممكن تعمل ايه بقى؟ انت ممكن مثلا تيجي تعمل هنا مثلا وليكن كلاس، وممكن مثلا تعمل حاجه زي مثلا وليكن كولوم داش. تيجي تعمل هنا مثلا افترض انك انت عندك فاريبل اسمه او سيجنال اسمها كولوم ويتس مثلا. تعال نشوف هنا كنت عامل حاجه زي كده فوق مثلا افترض. فاصبح بامكانك دلوقتي تغير الكولوم ويتس بمنتهى السهوله. عشان هنا مفترض تعمل كده باكتك مثلا. دي فكره. فاصبح دلوقتي تقدر تعمل الموضوع ده اسمها untagged template literal. طب ايه بقى هي tagged template literal؟ بص يا سيدي، كلمه tagged template literal معناها ان انت قبل التمبلت literal بتحط تاج، بتحط حاجه هنا الاول. يعني دي حاجه فيتشر جديده موجوده في الجافا سكريبت من ايام اكما سكريبت 2015 او اي اس 6. تعال اوريها لك برضو عشان لو انت مش عارف. هنمسح كل ده عشان مش محتاجينه. بس نشغل دول. بص يا سيدي، عشان تعمل تمبلت او تاجد تمبلت ليترال فانت محتاج الاول تعمل فانكشن فيها تو انبوت اساسيين. الاولى عباره عن تمبلت سترينج او سترينجز اري، والثانيه فاليوز زي ما انت شايف. هي دي ممكن تحط بارامتر زي ما انت عايز. دي عباره عن ايه؟ تعال نعمل كونسول لوج للاثنين عشان تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل. عشان تعمل تاج تمبلت ليترال فانت هتعمل التمبلت ليترال اهو زي ما انت شايف كده عادي جدا، بس هتحط قبلها اسم الفانكشن اللي انت فيها الحاجتين دول. فاللي بيحصل ايه بقى؟ السترينجز دي عباره عن اري بيكون فيها السترينجز دي، الجزاء اللي هي عباره عن سترينجز، والفاليوز بيبقى فيها دول.
ماشي. طيب مفترض دي تشتغل ازاي او تعمل ايه؟ بمنتهى البساطه انت بتعمل بروسيس على الحاجه اللي داخله لك وبترجع قيمه معينه. يعني مثلا تعال نشوفها، مثلا هفترض ان انا هاخد، تعال نشوف مثلا ده كده ونحطها ال HTML هنا، هنشيل ده مش محتاجينه، مثلا نحطها هنا ونشوف هتدينا ايه. زي ما انت شايف يوزر اي دي 1 تمام، نيم جون دو، وايج 30. لو جينا نشوف في الكونسول هتلاقي عندك ايه؟ تو اريز، يوزر اي دي، النيم، الايج زي ما احنا قلنا، واري وسترنج فاضيه. وهنا عندك سوري الاري الثانيه، في الاري الاولى اللي هي السترنجز، والثانيه اللي هي يوزر اي دي، لا الثانيه اللي هي ايه، مش دي، لا. لو جينا عملنا كده فتحنا الثانيه هتلاقيها 1 جندو 30 ولينس 3. انت بقى مش عايزه ترجع السترنج دي بالظبط زي ما هي، ممكن تعمل بروسيس داخل الفانكشن وترجع فين انت عايز. مثلا هرجع هنا اسم فقط مثلا، سوري، هنا الاثنين دي هترجع بس الايج. لو جينا هنا عملنا 1 هترجع الاسم بس مثلا اهي، وات ايفر. دي فكره التاج تمبلت ليترال، عباره عن اسم فانكشن بتحط جنبيها تمبلت ليترال بالباك تيك زي ما احنا متعودين، بس الفانكشن لازم يكون فيها سترينجز زي كده، او يكون فيها الفاليو زي كده. او مش شرط تحط فاليوز على فكره، ممكن تحط كده، ممكن مثلا تعمل هنا مثلا اي دي مثلا نمبر نيم، ممكن تحط كده عادي جدا هتبقى شغاله. يعني ممكن تيجي هنا تقول له مثلا ريتيرن نيم. لو جينا نشوف زي ما هي موجوده، مفيش اي تغيير. تمام، دي كل الفكره، او دي ازاي تستخدم التاج تمبلت ليترال عامه. انا عارف ان في ناس ما تعرفهاش اساسا، اوكي، فقلنا ايه نقولها. يعني في الاوثرنج امبروفمنت برضه ممكن نحط الهوست بايندنج، برضه هم حاطينها تحت الاوثرنج امبروفمنت، مفيش مشكله. بس بيقول لك ان الهوست بايندنج او الفيتشر ده عشان تستخدمه لازم جوه ملف التايب سكريبت يبقى في عندك بروبرتي اسمها، او تحت الانجل كومبايلر اوبشنز يكون في تايب تشيك هوست بايندنج ترو، ودي هتلاقيها مفعله بشكل تلقائي مع اي بروجكت جديد. هتلاقيها هنا اهي. في بعد كده عندنا نيو انتجريشنز. اول حاجه في عندنا حاجات خاصه بالكونسول ديف تولز، وعندنا الاي اي. اول حاجه عندي حاجه اسمها بيرفورمانس انسايتس ان كروم ديف تولز. طيب باختصار ان فريق الانجولار اتكلم مع الديفلوبرز اللي بيعملوا الكونسول داخل كروم، وقالوا لهم عايزين حاجه خاصه بينا احنا للانجولار، تبقى يعني موجوده للانجولار تشوف البرفورمانس بتاع الانجولار بالتحديد. لكن عشان تستخدم حاجه زي كده انت محتاج تعمل حاجه اسمها ng.enable profiling. يعني لو انت جيت هنا اوكي، وجينا في البرفورمانس، اوكي هنكبر دي هنا احسن. تعال نفترض مثلا وتعالى نرجع مثلا البوتون عشان نحتاجه، اوكي، وتعالى حتى نرجع تاني الكارد مفيش مشكله، وتعالى نشيل دي مش قضيه. طيب عشان نستخدم الاوبشن الجديد بتاع البروفايلنج في الانجولار، تيجي هنا في الكونسول لازم تعمل هنا ng.enable profiling، وهتيجي تخش في البرفورمانس وتيجي تدوس هنا على تسجيل الاداء. مثلا تفتح الابلكيشن، مثلا لو انت عملت اي حاجه هنا مثلا اي كليك او اي حاجه، تيجي هنا بعد كده تدوس ستوب في الكونسول، هتلاقي زي ما انت شايف ظهر لك الانجولار وكتب لك ايه اللي حصل والحاجات اللي خدت وقت قد ايه والكلام ده كله. طبعا احنا بنكبر عشان نشوف، يعني ممكن نتكلم عنها في فيديو منفصل نشوف هنستخدمها ازاي. بس هنا في نقطه، هل انا كل شويه كل ما اقفل المتصفح وافتحه تاني هضطر ان انا اعمل ng.enable بروفايلنج؟ ما دي حاجه ممله الصراحه. في حل تاني ممكن نعمله، نشغلها من الكود جوه الابلكيشن. في تعالى اوريك. هتيجي هنا في المين تي اس في البوتستراب ابلكيشن، هتيجي هنا قبل الكاتش ممكن تعمل زن، هتيجي تعمل هنا كده اوكي، وهتيجي هنا هتقول اف از ديف مود، هتقول له كونست ان جي زي ما هعمل كده بالظبط. بعد كده هتيجي هنا تقول له اف ان جي دوت انيبل بروفايلنج. بس طبعا هنا هتحط دي كده، وممكن تحط عشان تتاكد ان هو فعلا شغاله معاك، ممكن تحط هنا كونسول انيبل انجلر بروفايلنج. وتعالى نقفل الابلكيشن ونشغلها تاني ونشوف هتدينا ايه. اوكي تعالى هنقفل نفتح الكونسول، زي ما انت شايف انيبل انجلر بروفايلنج بقت ايه، مفعله وشغاله عندك كده عادي جدا وقت الديفلوبمنت في الابلكيشن. ده بالنسبه للبرفورمانس او الديف تولز في الانجلر 20. في عندنا كده حاجه اسمها نيو سيجنال جراف، وعندي انكريمنتال هيدريشن ان انجلر ديف تولز. بس خلينا نشوف النيو سيجنال جراف عشان دي حاجه حلوه جدا. دي عشان تعملها انت محتاج تستخدم انجولار ديف تولز اكستنشن. يعني هنا عشان لما تستخدم الانجولار ديف تولز اكستنشنز هتلاقي انجولار هنا اهو. طبعا هو بيوضح لنا هنا الابروت ومش عارف ايه وكل الكومبوننتس الموجوده عندنا. بس هنا في لو فتحت هتلاقي عندك انيبل سيجنال جراف، هو اكسبيرمنتال ومش مفعل، فانت هتفعله هنا وتيجي هنا تقول شو سيجنال جراف. انا هنا بس رجعت كل السيجنال زي ما كنا عاملينها قبل كده. هنا الجراف هو موجود، في بيديك هنا السيجنال اسمها، ولو انت استخدمت الديباج نيم زي ما استخدمناه من شويه كتبناها يوزر سيجنال فهيظهر لك هنا الديباج نيم. لو عملت عليه كليك اي واحده فيهم هيظهر تحت الفاليو. مثلا هنا دي اري، دي هنا مثلا الفاليو، تقدر تشوف الفاريبل او اللي بتفتحه يعني وتشوفه كله. في عندك هنا الايبوك دوت اللي هو كم مره حصل تغيير للسيجنال. تمام، ده الافكت
كم مره حصل له كولينج والجو ده كله ماشي. دي برضو حاجه ممكن تستخدمها في الديباجنج، دي لينكد سيجنال. نيجي للانكريمنتال هايدريشن ان انجلر ديف تولز. هي دي لو انت مستخدم الديفير اوكي هتبدا تظهر عندك من تحت ماشي. مثلا هنا مثلا مفيش اي حاجه حصلت، او ما عمل ريندر للكومبوننت اللي داخل الديفير مثلا ظهر الكومبوننت والكلام ده كله، دي حاجه كويسه. في عندنا الاي اي ده في بعض المكتبات هي تقدر تستخدمها بسهوله جدا في تبع الاي اي، زي مثلا مكتبه جين كيت دي عاملاها انجولار عشان تعرف تستخدم، او سوري ده عاملها فريق جوجل عشان تقدر تستخدم الجيميناي وتستخدم الاي تولز تمام. يعني هم كانوا ادوا مثال بانك انت تعمل حاجه اسمها بتعمل فلو اوكي، بعد كده تعمل ران فلو. هم عرضوا مثال انك ازاي تعمل جنريت للصوره والستوري مع صوره باستخدام جيميناي مع الريسورس سيجنال تمام. فدي ممكن نعمل لها حلقه لوحدها عشان نشوف التولز بتاعت الاي اي. بس لو انت عندك فضول تشوفها تقدر تيجي تخش هنا على انجولار ديف اي اي، هتلاقي هنا كل حاجه خاصه بالاي اي والمكتبات وكل الحاجات اللي انت عايز تشوفها في الاي اي تمام. في عندي حاجه اسمها في اي تيست. طبعا احنا عارفين كلنا ان فريق انجولار بيستخدم كارما دي اللي هي التول اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل تيستنج تمام. بس كارما مشكلتها ان هي كانت بتفتح في الخلفيه متصفح زي كروم وتعمل عليه رن للتيست وبعد كده تديك النتيجه، فدي كانت بطيئه شويه اوكي. لكن الفي اي تيست بقت اسرع. عشان تستخدمها هتضطر ان انت تيجي تعمل ام اي في اي تيست وجي اس دوم اوكي ك ديبندنسي وبعد كده بتيجي في الانجولار جوسون في التيست في البيلدر بتعمل كونفجريشن دي وبتحط الرانر في اي تيست، وبعد كده بتعمل امبورت الفانكشنز اللي انت بتستخدمها في التيست عادي جدا من الفي اي تيست. بس لحد الان ده تجريبي، مش يعني ما تقدرش تعتمد عليه 100%. خد بالك. نيجي للكلين اب والديبريكيشنز اند بريكنج تشينجز، دي ناقصه جي مش مشكله. بس خد بالك كلمه ديبريكيشنز عشان تبقى فاهمها، دي مجموعه البريكنج تشينجز. يعني انت في عندك كان في فانكشن اسمها افتر ريندر بقى اسمها افتر افري ريندر. هم غيروا الاسم بس علشان خاطر أو دي كان او دي حاجه من الحاجات اللي تبع اللايف سايكل اتضافت. افتر افري ريندر او سوري افتر ريندر كانت توحي انك انت بعد ما البيج يحصل لها ريندر مره واحده وهي تحصل لها اكسكيوشن مره واحده وخلاص على كده. لكن الحقيقه لا، هي بعد كل ريندر ماشي لو حصل تغيير في الكومبوننت وحصل ريندر بعد التغيير ده هي بيحصل لها اكسكيوشن مره كمان. فعشان الاسم ما كانش موضح حاجه زي دي فعملوها افتر افري ريندر، لازم تعدل اسمها. في التستنج لو انت بتستعمل تيست بيد دوت فلاش افكتس هتبدلها بتيست بيد دوت تك. زي ما قلنا الريكوست بقى اسمها برامز في الريسورس او الار اكس ريسورس. اللودر بقى اسمه ستريم في الار اكس ريسورس تمام. قال لك لازم تغير كل مثلا لو عندك تيست بيد دوت جيت هتغيرها بتيست بيد دوت انجكت. كنت بستخدم مع الانجكتيف فلاجز فبقت خلاص لغوها خالص. لغوا كان في نظام اسمه انجكتيف فلاجز شالوه خالص. فانت لو بنستخدمه مع الانجكت دوت جيت او environment انجكتور دوت جيت او تيست بيت دوت انجكت لازم تغيره اوكي. وهتستخدم ممكن تحط بدلها اوبشنال ترو. عندك هنا قال لك ابجريد يور بروجكت تايب سكريبت فيرجن تو اتليست 5.8. دي زي ما احنا قلنا لو انت بتحدث مشروع قديم فانت لازم تغيرها بايدك. if your template uses void دي قلناها لازم تستخدم this دوت void. في عندك الريسورس ستاتس. عامة الريسورس والار اكس ريسورس ليهم ستاتس بيوضح مثلا اذا كان في ايرور ولا هو بيعمل لودنج ولا بيعمل ريلودنج ولا هو مثلا خلاص ريزولف خلص والكلام ده كله. فده كان معمول كانام هم غيروه خلوه كطيب زي ما موجود قدامك. في عندي ديبريكيشنز خد بالك دي معناها ايه؟ معناها ان فريق الانجلر هيوقف الدعم للحاجه دي خالص. يعني لو انت مثلا بتستعملها وحصل عندك ايرور وحبيت تقول لهم عليه هيقول لك بمنتهى البساطه حدث الاكبر. احنا مش هنعمل حاجه زياده عليها. زائد كلمه ديبريكيشن دي معناها كمان انه ممكن في الاصدارات المستقبليه يحذفوها اساسا. ومن ضمن الحاجات اللي بقت ديبريكيتد اللي هي ان جي اف ان جي 4 وان جي سويتش. خد بالك مستقبلا ممكن يحذفوهم خالص. فانت ممكن تغير الان جي اف والان جي 4 والان جي سويتش بالحاجات الجديده باستخدام الامر ده. في عندك مكتبه الانجولار بلاتفورم سيرفر تيستنج دي كانت مستخدمه عشان تعمل تيستنج للاس اس ار فبقت خلاص ديبريكيتد. فبينصحوك في الانجولار انك انت لو عايز تعمل تيست للاس اس ار يفضل يا ريت تستخدم الاند تو اند تيست عشان تعرف او تختبر الاس اس ار. الكلين اب اولا هم لغوا البريف سوري البوست فيكس اللي بيتحط بعد اسم الكومبوننت. مثلا انت اب وتحط كومبوننت عامل دايركتيف تحط كلمه دايركتيف مش عارف ايه سيرفيس. لما تعمل سيرفيس تحط سيرفيس فلغوها خلاص. حتى تلاحظ انت هنا الاب زي ما انت شايف حتى مش مفيش اسم مفيش اب دوت كومبوننت وجواه هنا ما بقتش اب كومبوننت بقى اب بس
كيف هتاخد بالك من النقطه دي. لو انت حبيت ترجع الحاجات دي مكانها مفيش مشكله خالص، عادي جدا. هتيجي في الانجولار دوت جوسون في السيمانتكس هتغير مثلا ده كومبوننت، ممكن تيجي تعمل تايب اوكي كومبوننت، ممكن تحط اسم تاني مختلف زي ما انت عايز، حط مثلا اسم المشروع بتاعك وات ايفر. يعني مثلا حطيت هنا كودنج بايبل وجيت عملت كومبوننت جديد هيعملوا دوت كود، او سوري هيعمل مثلا، هفترض مثلا هعمل داشبورد، هيعمل لي داشبورد كودنج بايبل ماشي مثلا. دي كل الفكره. لو انت عايز ترجع دايركتيف نفس الفكره، حط الاكواد دي لو انت عايز. التايب سيبريتور دي مثلا لو انت بتعمل جارد او بتعمل مثلا بايب في اسم الملف نفسه، مثلا هفترض هعمل مثلا ترانزليتور بايب، هيعمل لي ترانزليتور دوت عشان هنا كاتب تايب سيبريتور دوت، فيعمل لي دوت بايب مثلا. فانت ممكن تغير التايب سيبريتور، ممكن تبقى انت عايزه اندرسكور حر. البوست فيكس مازال قائم وثابت زي ما هو مع الجارد والانترسبتور والموديول والبايب والريزولفر، هو بس شالوهم من الكومبوننت ودايركتيف والسيرفيس. نيجي حاجه ثانيه هنا عندي اسمها ان جي ريفلكت. الان جي ريفلكت دي ودي اخر حاجه هنتكلم عنها. الان جي ريفلكت دي هي عباره عن ايه؟ زمان لما كنت تستعمل اي كومبوننت والكومبوننت ده فيه انبوت، يعني مثلا لو انت عندك مثلا كومبوننت فيه انبوت اسمها نيم واديت لها مثلا الفاليو دي، هتيجي هنا في الكونسول هتلاقيه عمل لك اتريبيوت هنا ان جي ريفلكت سلاش او داش نيم وحاطط لك الفاليو دي. كانت حلوه عشان انت بس تشوف الفاليو كانت عباره عن ايه، والكلام ده كله كان جميل، ما فيهوش اي مشكله. هم لغوها. هتقولي بس ما هي موجود هنا اهي، هي موجوده علشان انا جيت هنا في الكونفج وحطيت هنا بروفايد ان جي ريفلكت اتريبيوتس. لو شلتها ووقفنا الرن وعملنا رن تاني وجينا هنا شفناها مش هنلاقي الان جي ريفلكت. طب هم اصلا حذفوها ليه؟ كل قصتها دي كان في بعض المبرمجين وهم بيعملوا تيست عايزين مثلا يتاكدوا ان قيمه معينه دخلت في الانبوت ولا لا، فبيروحوا جايبين الانج ريفلكت ويشوفوا اذا كانت القيمه دخلت فعلا ولا لا. ده تيست زي ده كان بيشتغل حلو جدا في الديفلوبمنت. لكن لما يجي تستخدم السي اي دي اي او الكونتينوس انتجريشن والكونتينوس ديفلوبمنت وترفع الكود بتاعك ويحصل رن التيست في البرودكشن، التيست ده بيفشل والانتجريشن او الكود بتاعك ما بيكملش، ما بيخش او مش بيحصل له انتجريشن مع الابلكيشن او التحديث الجديد مش بيظهر. فدي كانت عامله مشكله، فبالتالي فريق انجولار لغاها. بس ده كان اوبشن انت ترجعها تاني لو حبيت تستخدم عن طريق البروفايدرز. هنا لو حبيت تستخدمها هتضيف ايه؟ البروفايد جي ريفلكت اتريبيوتس. وبكده نكون خلصنا كل التحديثات اللي احنا او اللي ظهرت في الانجولار 20. واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو في اي حد عنده اي سؤال يبعت لنا ما ترددش. شكرا جزيلا للاستماع.